أهلا بيكم. بنكمل في الفنادق في حتة المبنى والموقع الجغرافي بتاع المبنى. لو هنقول المبنى واحنا داخلين عندنا الاكس راي مقاسها كام، وده طبعا طبقا للاوبريشن. عندي اكس راي كبيرة ولا لأ؟ والميتال جيت اللي هي البوابة الإلكترونية اللي هو بيخش بيتعمل له تفتيش أو سكان، هل هي معادن وحاجات تانية، كفاءتها. وزي ما قلنا قبل كده ان احنا اي حاجة هنختارها نحط في بالنا اعتبارين ان هي زي ما بيقولوا يعني هاندي كده وريلايبل يعتمد عليها، والفرد بتاعي يعرف يشغلها بسهولة، ما تكونش كومبليكيتد ولا فيها مش عارف أنظمة ايه ومحتاجة اي تي يعمل ايه. الحاجة التانية القطع الغيار، وال ان انا اقدر اشتري قطعة غيار واقدر اعمل لها صيانة في اي وقت. طبعا في فنادق بتجيب كاميرات بتاخد ارقام اللوحات، وبتختلف بقى من دولة لدولة لدولة شكل اللوحة والسواقة يمين ولا شمال، يعني تاني بينطبق عليها نفس ما قلنا على الادوات. المبنى نفسه لازم اخد بالي هل هو زي ما قلنا افقي ولا رأسي. المبنى كله مبني وشبابيك، ولا مثلا اللي هي زي الاربع اركان والرابع ازاز. المبنى فيه حاجات على بول او على بحر ولا لا، لان هنا الاوضه بقى ليها بابين، باب اللي هو بيفتح جرار على البول او على البحر، والباب ده معلوش اكسس كنترول. يعني الباب ده لو انا زبون ونسيته مفتوح، يبقى الاوضه كده بقت ندخل ونخرج. هنا اعوضها بكاميرا على الحته دي. وطبعا في قصص ان حد كان في اوضه وراح لاوضه تانية، او حد خرج من اوضه معرفش نزل البول غرق، حاجات من هذا القبيل يعني. فالحته دي يعني نخلي بالنا منها. وهنا برضو بتيجي كفاءة قراية اللوك بتاع الأوضة، لأن أنا لو بخرج وبطلع من باب البول يبقى أنا ما استخدمتش باب الأوضة، وهنا دي غلطتي أنا كزبون، لأن باب الأوضة المفروض ده بتاع الدخول والخروج، الباب اللي على البول ولو إن ده الأسهل بس مش المفروض إن أنا أدخل وأخرج منه. المبنى هل هو طوب ولا هو خشب؟ وطبعا انا عارف ان احنا عندنا في مصر مفيش الفكرة دي قوي، بس تبقى برضو مطروحة. يعني لو هو نوع ما من الخشب يبقى برضو شكله ايه وعامل ايه. الحاجات اللي احنا بنقولها وبنعدي عليها دي، في فندق في دولة ودولة يعني مشهورة بالقوانين السلامة الصارمة. الفندق اتحرق بالكامل، وفندق البراند يعني مش 5 نجوم 7 نجوم، الفندق اتحرق بالكامل لمجرد كان في عندهم غلطة في الفاير الارم سيستم. فالحاجات دي مش بس انها تكون موجودة، لا لازم تختبر ويبقى ليها زي سجل كده احنا عملنا ايه واخر صيانة ايه والكلام ده كله. طيب المبنى ده فيه كام اسانسير؟ ودي مهمة جدا. وفيه كام باب دخول وخروج؟ لان انا النهاردة لو عندي وفد رياضي، عندي وفد سياسي، عندي وفد اعلامي، حد محتاج يخرج او يدخل من الفندق في وقت معين ويخرج في وقت معين، وساعات كلهم بيحبوا يخرجوا في وقت مثلا في مؤتمر الساعة 9، فكل الناس هتطلع من الفندق الساعة 9 الا ربع. يبقى هنا كام اسانسير؟ وبرضه طريقة تشغيلهم ازاي؟ هل كلهم على جنريتور واحد ولا زي ما بيقولوا فردتين حاجة وحاجة؟ لو اسانسير عطل هعمل ايه؟ انا في الدور الكام؟ يعني انا عندي المبنى بتاعي ده كام دور؟ طيب هل انظمة الاطفاء بتاعتي لو لا قدر الله حاجة كبيرة شوية في اخر دور اقدر ان انا اكافح قبل ما يحصل لي باك اب من السلطات؟ دي بس حاجات برضو ايه بنعدي عليها كده. وان شاء الله نكمل في المبنى او نخش على حاجة تانية ان شاء الله. اشوفكم بخير.